السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وفي المستهل أبرز العناوين. رؤساء الأمم المتحدة وإيطاليا والبرازيل يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. الإريتريون في كينيا ومصر والكويت يحتفلون بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. تطور الخدمات الاجتماعية في الجاشبركة. وفاة أكثر من 200 شخص بسبب إيبولا بالكونغو الديمقراطية. منتدى أبيك الاقتصادي يتعهد بتعزيز التكامل الإقليمي. تظاهر المئات في تايوان للمطالبة بزيادة الإنفاق الدفاعي. بعث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إيطاليا والبرازيل ببرقيات تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيس الاتحاد البرازيلي لولا دا سيلفا عن تمنياتهم للرئيس سياس أفورقي بالصحة والتوفيق في عمله والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها، مؤكدين استعدادهم لتمتين العلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا عن أمله في أن استمرار الحوار والتعاون بين إريتريا وإيطاليا بما يخدم ويعزز المصالح الثنائية فضلا عن السلام والتنمية والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. احتفلت الجالية الإريترية في كل من كينيا ومصر والكويت بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وسط أجواء وطنية مميزة. ففي العاصمة الكينية نيروبي أقيم احتفال شارك فيه عدد كبير من أبناء الجالية والمدعوين، حيث ألقى سفير إريتريا لدى كينيا سيد بيان رؤسوم كلمة أكد فيها أن شعار هذا العام صمودنا ضماننا يجسد المعاني العميقة للصمود والتضحية وروح المقاومة التي تحلى بها الشعب الإريتري خلال مرحلة الكفاح المسلح، وكذلك في مرحلة حماية السيادة الوطنية وبناء الدولة بعد الاستقلال. وأوضح السفير أن الصمود كان ولا يزال الضمان الأساسي لمواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أن استقلال إريتريا تحقق بدماء وتضحيات شعبها، وأن القيم الوطنية والثورية تنقل اليوم بصورة سليمة إلى الأجيال الجديدة، الأمر الذي يجعل مستقبل البلاد أكثر أمنا وإشراقا. كما وجه تهانيه إلى الشعب الإريتري داخل الوطن وخارجه وإلى قوات الدفاع الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال. وتخللت المناسبة في نيروبي عروض ثقافية وفقرات تراثية عكست قوة الروابط التي تجمع الإريتريين بوطنهم وثقافتهم الوطنية. وفي مصر نظمت الجالية الإريترية احتفالا كبيرا في العاصمة القاهرة يوم 23 من مايو بمشاركة واسعة من أبناء الجالية وضيوف الشرف، حيث تضمن البرنامج عروضا ثقافية وفنية وألعابا شعبية. وخلال المناسبة أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بالقاهرة أمان عبد الواسع أن استقلال إريتريا كان ثمرة كفاح طويل وتضحيات جسيمة وصمود وطني استثنائي، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات 35 الماضية من حماية للسيادة الوطنية ومنع أي محاولات للنيل من البلاد إنما تحقق بفضل تماسك الشعب الإريتري بخيار الصمود والوحدة الوطنية. وأضاف أن روح المقاومة الوطنية ما تزال تتعزز باستمرار، وأن الشعب الإريتري أثبت قدرته على تجاوز مختلف التحديات والانتصار عليها. وفي السياق ذاته أقامت الجالية الإريترية في الكويت احتفالا وطنيا يوم 22 من مايو بحضور عدد كبير من أبناء الجالية إلى جانب شخصيات كويتية وسفراء دول صديقة. وأكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بالكويت سيد حمد يحيى حالي أن شعار هذا العام يحمل رسالة واضحة مفادها أن الصمود هو المفتاح الأساسي لتجاوز مختلف التحديات، مشددا على أن مسؤولية الدفاع عن الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية تقع بصورة رئيسية على عاتق الشباب، داعيا إياهم إلى تعزيز مشاركتهم الوطنية الفاعلة أينما وجدوا.
من جانبه عبر رئيس الجالية الإريترية في الكويت سالم صافي عن تهانيه للحكومة والشعب وقوات الدفاع الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا التزام الجالية بمواصلة دعم جهود بناء الوطن والمساهمة في برامج التنمية الوطنية. شهد إقليم القاشبركة تطور ملحوظ في إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في سنوات الاستقلال. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية سيد فرانكو كوبابة بأن الجهود الحكومية لتوسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية التي كانت محدودة أدت إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصحية إلى 139 مؤسسة، وعدد المؤسسات التعليمية إلى 739 مرفق تعليمي. وقال إن من المتوقع حل مشكلة نقص الطلب على الطاقة الزراعية والمنزلية بمجرد اكتمال خطط الحكومة لتلبية احتياجات إمدادات الطاقة، موضحا إنجاز عمل مشجع في قطاعي النقل والاتصالات وتوسع الخيارات، مشيرا إلى تقديم المواطنين مساهمة كبيرة في سد النواقص وضمان استدامة المؤسسات المتكاملة. وأفاد مسؤول التعليم الأستاذ ياسين محمد إنه لم يكن هناك سوى 57 مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس متوسطة في الإقليم خلال الفترة الأولى من الاستقلال، وقد ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 60 إلى 739، كما ازداد عدد الطلاب من 12,700 إلى أكثر من 233 ألف طالب. وأوضح مسؤول الصحة بالإنابة الدكتور ولد يوهنس إن عدد المرافق الصحية قد ازداد من مستشفيين و8 مراكز صحية و15 عيادة بداية الاستقلال إلى 4 مستشفيات و16 مركزا صحيا و64 عيادة. وأضاف إنهم أصبحوا قادرين على الحصول على خدمات شاملة في مكان قريب. تعمل جمعية منتجي الأبقار بمديرية مندفرة على تكثيف جهودها بهدف تطوير نشاطها وزيادة إنتاج الحليب ومشتقاته بعد التحديات التي واجهتها في السنوات الماضية. وأوضح مدير الجمعية سيد برهان ولدو أن التراجع الذي شهده القطاع كان نتيجة لعدة عوامل، من بينها نقص الأعلاف الحيوانية وارتفاع تكلفة الطاقة، إضافة إلى ظروف أخرى أثرت على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن إدخال الطاقة الشمسية بدعم من وزارة الزراعة ساهم في تحسين الأداء واستعادة النشاط تدريجيا. وأضاف أن المؤسسات العاملة في مجالي إنتاج وتصنيع الحليب في مدينتي مندفرة وحلحلة تعد من أهم الجهات المستفيدة من إنتاج الجمعية، مما دفع المزارعين إلى زيادة الاهتمام برفع جودة وكميات الإنتاج تلبية لاحتياجات السوق. من جانبه أكد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخت تخلى سلاسي أن الجهود المشتركة بين الحكومة والجمعية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الزراعة المتكاملة لتوفير الأعلاف محليا. كما دعا المزارعين إلى تخصيص جزء من أراضيهم لزراعة الأعلاف الخضراء بهدف دعم قطاع تربية الأبقار وتحقيق استدامة في إنتاج الحليب، مع التأكيد على أن تحسين سلاسل الإنتاج سيسهم في رفع الدخل وتعزيز الأمن الغذائي في المديرية. شهدت مديرية صنعفة تخريج 130 شابا وشابة بعد استكمالهم برامج تدريب مهني متخصصة استمرت لمدة 3 أشهر. شملت الدورات التدريبية التي جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي مجالات تصفيف وتجميل الشعر والتجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى الإسعافات الأولية. وخلال حفل التخرج الذي أقيم في 21 من مايو، أوضح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية سيد هبتاب نقاسي أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في رفع كفاءة الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية وخدمة مجتمعهم، مشيرا إلى وجود خطط لتنظيم برامج تدريبية مماثلة خلال النصف الثاني من العام الجاري. من جانبهم أكد ممثلو المتدربين حرصهم على الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها في خلق مصادر دخل مستدامة، إلى جانب الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المحلي. بدوره شدد مدير مديرية صنعفة السيد إدريس علي شكر على أن توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للشباب يعد من أولويات البرامج الوطنية، مؤكدا أهمية متابعة الخريجين وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان تحقيق نتائج عملية وفاعلة من هذه الاستثمارات البشرية.
قدم بمديريتي كرن وحقة دعم لمعاقي الحرب والأسر المحتاجة بمشاركة مؤسسات أهلية وطلابية. ففي مدينة كرن قامت 53 سيدة من عضوات جمعية حلنا العاملات في مجال التجارة الصغيرة وبالتنسيق مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتقديم مساعدات مالية ل14 من جرحى الحرب القادمين من 8 إدارات ضواحي مختلفة. وأوضحت منسقة الجمعية السيدة سنايد تخلاي أن المساعدات جمعت من مساهمات شهرية لعضوات الجمعية وتم توزيعها بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 35، داعية المواطنين القادرين إلى الإسهام في مبادرات مماثلة تعزز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي. من جهته أكد المدير العام للإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيو أن مساعدة المحتاجين تعد من القيم الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإريتري، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تحمل دلالات وطنية وإنسانية كبيرة خاصة خلال احتفالات الاستقلال. وفي مدينة حقات بادر طلاب المدرسة الزراعية الفنية إلى تقديم تبرعات مالية جمعوها بأنفسهم لصالح عدد من الأسر المحتاجة في خطوة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية والتعاون بين فئات الشباب. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أسفر فيروس إيبولا عن وفاة 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبها بها مسجلة بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة، فيما حذرت السلطات الصحية الإفريقية من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية وخصوصا من الولايات المتحدة. وكشفت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو الماضي عن تفشي المتحور بوندي بوغيو من الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، والذي تصل نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة به إلى 50% في غياب لقاح أو علاج له حاليا. ومن جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عامة ذات نطاق دولي لمواجهة هذه الموجة 17 من تفشي الفيروس في هذا البلد الشاسع في وسط إفريقيا الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة. اختتمت في مدينة سوتشو شرقي الصين أعمال الاجتماع السنوي لوزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بمشاركة ممثلي الاقتصادات الأعضاء 21، حيث تم اعتماد بيان مشترك وتجديد الالتزام بتعزيز التكامل الإقليمي الاقتصادي. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع الذي استمر يومين على قضايا تحرير التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير تجارة الخدمات ودعم التحول الأخضر في ظل التحديات والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وكذا وزير التجارة الصيني وانغ وون تاو الذي ترأس الاجتماعات الوزارية أن المشاركين أجروا نقاشات معمقة وصريحة حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأوضح أن الاقتصادات الأعضاء اتفقت على خفض العوائق أمام تجارة الخدمات وتعزيز الترابط الإقليمي. تجمع المئات في وسط العاصمة التايوانية تايبيه دعما لخطط حكومية رامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بعد أن وافق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة على ثلثي المبلغ فقط الذي طلبه الرئيس لاي تشينغ تاه، وهو 40 مليار دولار. وكان لاي يريد الموافقة على الميزانية التكميلية للدفاع بما في ذلك أموال مخصصة للأسلحة الأمريكية وكذلك العتاد المصنوع محليا مثل الطائرات المسيرة لزيادة الردع في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. لكن المعارضة التي تشغل أغلبية المقاعد في البرلمان أقرت هذا الشهر نسخة قدمتها من جانبها لحزمة الإنفاق وتقتصر على الأسلحة الأمريكية فقط، قائلة إن مقترحات الحكومة غير واضحة وقد تؤدي إلى الفساد. أطلقت الصين المركبة شينتشو 23 من مركز جيوتشوان حاملة 3 رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ، حيث يتوقع أن يمكث أحدهم لمدة عام كامل في أطول إقامة صينية في الفضاء.
تمهيدا لبعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030. وتعتزم الصين إبقاء أحد أفراد الطاقم على متن تيانغونغ لمدة 12 شهرا في مهمة تعد من بين الأطول في تاريخ الرحلات المأهولة، على أن يحسم اسم رائد الفضاء وفق تطورات المهمة بحسب وكالة الفضاء المأهولة الصينية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنافس متسارع مع الولايات المتحدة على العودة إلى القمر، بينما تتهم واشنطن بكين بالسعي إلى استعمار موارد القمر، وهو ما تنفيه الصين. وخلال المهمة سيبحث العلماء تأثير الإشعاع وفقدان كثافة العظام والضغوط النفسية على رواد الفضاء، بينما أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الصين تجري تجربة موصوفة بأنها الأولى عالميا على جنين اصطناعي بشري في الفضاء عبر إرسال خلايا جذعية بشرية إلى المحطة لدراسة إمكان الإقامة الطويلة والتكاثر البشري خارج الأرض. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رؤساء الأمم المتحدة وإيطاليا والبرازيل يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. الإريتريون في كينيا ومصر والكويت يحتفلون بالذكرى 35 لعيد الاستقلال. تطور الخدمات الاجتماعية في الكاشبركة. وفاة أكثر من 200 شخص بسبب إيبولا بالكونغو الديمقراطية. منتدى أبيك الاقتصادي يتعهد بتعزيز التكامل الإقليمي. وتظاهر المئات في تايوان للمطالبة بزيادة الإنفاق الدفاعي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.